السلام عليكم. خليني اقول لكم ان انا فعلا وحشني ان انا انزل فيديو على اليوتيوب، بقالي 5 شهور ما نزلتش، وحشني فعلا الكلام معاكم سواء في الكومنتات او بتبعتولي على الانستجرام. وبجد شكرا لاي حد بيبعت لي على الانستجرام، بفرح قوي، بحس ان لسه الناس فاكراني. بس خليني اقول لكم ان المقدمه هتكون طويله شويه، حابه اوضح بس كام حاجه، فاللي بيزهق من الكلام الكتير ممكن يقدم الفيديو للموضوع الاساسي. خليني سريعا كده اوضح لكم الخطه اللي في دماغي، اللي المفروض هتخليني ما اغيبش فتره طويله قوي كده عن اليوتيوب. وزي ما انتوا عارفين او الناس اللي متابعيني من ساعه ما بدات عارفين ان كل الفيديوهات اللي انا بعملها هي عن الرسم او بنعمل حاجات هاند ميد مع بعض. اما بقى بالنسبه للناس اللي اول مره تشوفني فممكن تاخدوا لفه في الفيديوهات القديمه، بجد هتستفادوا يعني ان شاء الله. فانا قررت ان انا هخلي القناه جزئين، جزء ان احنا زي ما احنا ما متعودين هنرسم مع بعض ونعمل حاجات هاند ميد مع بعض، والحاجات الجديده اللي بتنزل بجد محضره لكم حاجات كتيره هنعملها باذن الله الفتره الجايه. اما الموضوع التاني هنتكلم فيه عن القصص الغريبه، عن اللوحات الغريبه، سواء اذا كانت اللوحات دي مسكونه او وراها قصه غريبه او في نظريات غريبه بتتكلم عنها. بالنسبه بقى للي هيسال ليه ما عملتيش قناه تانية تحطي فيها القصص والستوريز والكلام ده، فوالله لا، ما عنديش خلق والله يا عسل. فاحنا كل حاجه هنعملها على القناه دي وان شاء الله تعجبكم. لوحه النهارده هي اسمها لوحه الام الميته لفنان مشهور اسمه ادوارد مونك. ولعلمكم ادوارد مونك ما اتشهرش باللوحه اللي هنتكلم عنها النهارده، اتشهر بلوحه الصرخه. لوحه الصرخه حرفيا مشهوره جدا، ولان برضو ليها جانب مرعب، واعتقد ان كلكم سمعتوا عن اللوحه دي. وهنركن لوحه الصرخه على جنب عشان ممكن نتكلم عنها برضو في فيديو من الفيديوهات الجايه. اما لوحه الام الميته فادوارد مونك رسمها سنه 1899. وبرضو اللي هيخليني اتكلم عن اللوحه دي فان انا لما سرشت عنها لقيت ان ليها جانب مرعب. ففي الاول خلوني كده اشرح لكم قصه اللوحه دي الاول، وبعد كده اقول لكم هي ليه اصلا ليها جانب مرعب وليه انا بتكلم عنها النهارده. خليني اقول لكم ان اللوحه دي حرفيا بتحكي عن واقع مؤسف جدا عايشه ادوارد، وهو لان مامته اتوفت بمرض السل، فضلت مريضه فتره طويله وبعد كده اتوفت بمرض السل. بس البؤس ما وقفش هنا، هو بعديها بفتره او بعديها بكام سنه اخته اتوفت بنفس المرض. وخليني اقول لكم ان والدته اتوفت قدام عينيه وهو عنده 5 سنين، يعني كان صغير قوي. وجت وفاه اخته حرفيا كملت عليه، فطبيعي ان هو يشوف الدنيا كلها سودة. خليني اقول لكم ان اللوحه دي من النظره الاولى تجيب اكتئاب حرفيا بسبب الموقف اللي بتحكيه اللوحه، وان البالت اصلا كئيبه قوي. بس انا حرفيا وقفني حاجه بسيطه وانا بسرش عن اللوحه دي، ان كان في مقال لكاتبه وهي كتبت كده بالنص. انا مش عارفه انتوا هتصدقوني ولا لا، بس انا اول ما شفت اللوحه دي ما قدرتش ان انا ابص لها غير كام ثانيه وبعديها حسيت بفزع. ولو انتوا هتسالوني انت برضو حسيتي بفزع وانت بتدوري عليها، واكيد انا شفتها كذا مره او ابص عليها، فلا خالص، هي اللوحه كئيبه كئيبه فعلا. وزي ما انتوا برضو ما شايفينها وانا حاطه لكم الصور، ما فيهاش او تحس ان هي ما فيهاش اضاءه، هي حرفيا لوحه مؤلمه. وده طبيعي من رسمة اللوحة، يعني أنا من وجهة نظري شايفة إن ده طبيعي. اللوحة بتحكي عن أم ميتة على السرير وطفلة قدام السرير وحاطة إيديها على ودانها، بتحاول إن هي تمنع الصوت البكاء اللي حواليها، أو إن هي في واقع مؤلم حواليها فهي بتحاول إن هي تسده عن ودانها، مش عايزة تسمعه. طيب إيه بقى الجانب المرعب اللي في اللوحة؟ الجانب المرعب اللي في اللوحة إن أي حد اقتنى اللوحة دي بيقسم إن البنت اللي في اللوحة بتطاردهم بنظراتها. وفي ناس قالت ان هما بيسمعوا صوت اللحاف اللي متغطيه بيه الام وهو بيتحرك. عارفين لما يكون في حد نايم جنبكم في السرير اللي جنبكم بيحرك اللحاف، بيحرك البطانيه، فانتوا سامعين صوت تقليب اللحاف، هو ده بالظبط اللي سمعوه. اما اغرب تعليق اتقال عن اللوحه دي ان البنت اللي في اللوحه بتحاول انها تهرب من اللوحه. تهرب من اللوحه تروح فين بصراحه انا مش عارفه، يعني هي بتحاول انها تهرب، طب ايه بيرجعها برضو انا مش عارفه. كل ده ما اتحكاش، هو بس التعليق ده لوحده اللي مكتوب عن اللوحه. وكل اللي بيسمع عن اللوحه دي بيفضل يسال فعلا هي اللوحه دي مسكونه او اللوحه دي فعلا القصص اللي بتتقال عليها حقيقيه، ولا دي قصص بتتقال عن اللوحه كنوع من انواع الدعايه. وزي ما قلت لكم اللوحه دي اترسمت سنه 1899، والوقت ده عشان تشهر حاجه فلازم تعمل عنها شويه ضجه. فانتوا ايه رايكم؟ تفتكروا ان التعليقات اللي اتكتبت عن اللوحه دي او اللي بيتقال عن اللوحه دي فعلا حقيقه، ولا مجرد كلام بيتقال عن اللوحه عشان نزود شهرتها يعني؟ وفي نظريه اخيره وبصراحه انا مقتنعه بيها شويه، ان البؤس اللي عايشه ادوارد مونك هو اللي خلاه يبقى عنده مرض نفسي وهلاوس لحد ما مات سنه 1944، وان المعاناه دي هي اللي كونت لعنه الحزن والالم عن اللوحه دي، بحيث ان اي حد يشوفها يحس ان هو عنده الم داخلي او متضايق او حزين وهو مش عارف ليه. واللوحه دي على مر السنين اتعرضت في متاحف ومعارض مختلفه، وكان في شعور واحد ورأي واحد وتعليق واحد عن اللوحه دي، ان اي حد بيشوفها هو حرفيا حاسس بفزع.
وكل الناس اللي شافوها حلفوا ان البنت اللي في اللوحه بتطاردهم بعينيها. اللوحه طبيعي تكون كئيبه بسبب القصه اللي بتحكيها اللوحه وبسبب الالوان الكئيبه بتاعتها، وطبيعي لما انا ابص اللوحه فيها الكآبه دي كلها مش هبقى مبسوطه، مش هبقى شايفه ام ميته على السرير وانا باصه للوحه ومبسوطه، طبيعي هبقى متضايقه. يعني لو انا واحده معرفش قصه اللوحه او بتتكلم عن ايه، بسبب شكل اللوحه طبيعي انا هحس بنفس الالم وبنفس الحزن وبنفس الفزع ان في ام ميته وفي حواليها ناس لسه عارفين الخبر ده، وفي بنت حاطه ايديها على ودانها ومبرقه مش مصدقه الصدمه اللي هي فيها. فانا عليا القصه وانتوا عليكم التعليق، فممكن تكتبوا لي تحت في الكومنتات مصدقين القصه دي ولا لا. وبرده خليني اقول لكم ان في فرق ما بين الناس اللي بتشوفها على الحقيقه وفي فرق ما بين الناس اللي بتشوفها على الموبايل، فممكن اللي يحصل مع الناس اللي بتشوفها على الحقيقه ما يحصلش معانا احنا مثلا لما بنشوفها على الموبايل او بنسمع عنها. فهستنى تعليقاتكم، ولو في حاجات مختلفه عايزين ان انا اتكلم عليها برضو اكتبوا لي تحت في التعليقات، ولو في حاجه حابين تضيفوها عن القصه دي فممكن تبعتوا لي على الانستجرام، سيب اللينك في الديسكريبشن. سلام.